بعد الفيديو ده مش هتحتاج تتفرج او تقرا اي حاجه تانية متعلقه باللبس، لا مني ولا من غيري. ممكن تتفرج طبعا لو حابب الموضوع، بس 95% من اللي هتحتاجه في حياتك عشان تبقى راجل شيك طول الوقت وكل يوم ان شاء الله هتعرفه في فيديو النهارده. هنتكلم عن كل حاجه تخص اللبس، ازاي تعرف الاوتفيت المناسب للمكان اللي انت رايحه، ازاي تختار لبسك وتنسق القطع مع بعضها، ازاي تبقى راجل شيك في اي مكان تروحه، وحتى تفاصيل الاهتمام باللبس وانك تحافظ على هدومك وازاي توفر وانت بتشتري هنتكلم عنها في فيديو النهارده. فيديو طويل ودسم، يا ريت تكتب ورايا ملاحظات عشان ما تنساش حاجة، وأوعدك هتستفيد. السلام عليكم، انا مصطفى وائل، وفيديو النهارده انسبايرد باي مقاله قريتها على موقع ريفرنت جنت. هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. وفيديو النهارده هنقسمه لخمس اجزاء. واحد، ليه اساسا تهتم بشياكتك وستايلك. اتنين، ازاي يبقى عندك ذوق في اختيار اللبس عشان ما تحتاجش حد يقول لك البس ده على ده كل يوم. تلاتة، الطرق الفعليه اللي تقدر بيها فعلا تبقى راجل شيك وبتلبس كويس. أربعة، ازاي تقدر تعمل ده من غير ما تفلس. خمسة، ازاي تحافظ على لبسك عشان تزود عمره الافتراضي وما تحتاجش تشتري لبس جديد كل شهرين. الجزء الاول، ليه المفروض تهتم بلبسك وشياكتك؟ ليه اساسا تاخد من وقتك ومجهودك عشان تخلي شكلك كويس بانك تتفرج على الفيديو ده او اي فيديو تاني بيتكلم عن الستايل؟ واحد، عشان لما تبقى لابس كويس ثقتك في نفسك بتزيد، وفي 99% من الحالات لما بتبقى لابس كويس وشكلك حلو بتبقى سعيد ومبسوط ومنطلق على الحياه وعايز تقابل وتشوف كل الناس، عكس لما تكون لابس وحش او شكلك مبهدل. يعني باختصار، لو لبسك كويس احساسك بنفسك هيبقى كويس. اتنين، لان اللبس من اهم عناصر الانطباع الاول اللي الناس بتاخده عنك لما تشوفك. انت ممكن تبقى راجل حكيم ووقور، بس لو لابس بنطلون مقطع الانطباع اللي الناس هتاخده عنك هو انك سرسجي. ممكن تبقى شاب روش جدا بس لبسك يخلي الناس تفتكر انك انطوائي او متوحد. فلما تفهم قطع اللبس المختلفه وايه الرساله اللي بيوصلها كل ستايل هتعرف تلبس اللبس المناسب للي انت عايز توصله للناس. لو عايز تبان محترم تخليهم يشوفوك محترم، لو عايز تبان نيرد تخليهم يشوفوك نيرد، وهكذا. ثلاثة، لان الشياكه مرتبطه ارتباط طردي بالنجاح في الشغل، خصوصا لو شغلك فيه تعامل مع الناس مش قاعد على كمبيوتر. لو انت شغال تاجر في محل او مندوب مبيعات او اي وظيفه بتحتاج فيها تتعامل مع الناس لازم تهتم بشغلك، ده هيساعدك كتير وهيأثر عليك الطريق في معاملات كتير مع الناس، هتوفر مجهود ووقت زميلك اللي اقل منك في الشياكه محتاج يبذله. أربعة، لان الشياكه مرتبطه برضو ارتباط طردي بالنجاح في العلاقات الاجتماعيه، سواء كنا بنتكلم عن الصحاب او بالتحديد العلاقات مع الجنس الاخر. انت ممكن تكون مش خاطب او متجوز، بس اكيد عندك النيه انك تتجوز في يوم من الايام، عشان كده ان لبسك يبقى كويس وانك تبقى راجل شيك ميزه هتضاف للمميزات بتاعتك، حتى لو كنت بتدور على بنت بتبص على الجوهر ومش بتهتم بالمظاهر. ده كلام مش واقعي، وكل الناس بما فيهم انت وانا بنبص على المظاهر وبتفرق في حكمنا وتقييمنا. انت مش هتغير العالم، فحاول تلعب على قوانينه. ده غير انك لما تبقى واثق في نفسك هتعرف تتعامل مع الطرف التاني بشكل احسن، وده برضه هيساهم في نجاح علاقاتك. في اسباب كتير، بس دول 4 نقط يهموا اي شخص تقريبا بغض النظر عن مدى استمتاعه وفكره تظبيط اللبس واختيار الالوان. صدقني الموضوع مهم ومفيد، والا ما كانش حد حط فيه المجهود والوقت ده كله. الجزء الثاني، ازاي يبقى عندك ذوق او سنس في اختيار الملابس. ازاي تعرف ايه القطعه اللي هيبقى شكلها حلو عليك وايه القطعه اللي مش مناسبه لسنك او وضعك الاجتماعي. ازاي تدخل محل فيه 100 جاكيت وتقدر بعينك وبسرعه تطلع الخمس او 6 جواكت اللي ممكن تقيسهم. الموضوع موفر جدا للوقت. مبدئيا التذوق الفني هو موهبه ومهاره في نفس الوقت. زي ما في واحد مولود فنان بيعرف يعمل تحف فنيه، في حد تاني ما كانش عنده نفس الموهبه بس بالمجهود والشغل على نفسه قدر يوصل لمستوى كويس. الخبر السعيد هنا انك مش محتاج مجهود كبير عشان يبقى عندك ستايل سنس يساعدك تبقى شيك طول الوقت. انت مش عايز تبقى مصمم ازياء، انت عايز تبقى راجل شيك، وده الموضوع سهل وبسيط لو عملت الكام نصيحه اللي هقول لك عليهم دلوقتي. واحد، اعرف طبيعه جسمك وايه التفصيله اللي بتوصلك لاحسن شكل ليك. يعني لو هنتكلم عن التيشيرتات فانت عندك كذا تلبيس، سليم فيت، اوفر سايز فيت، ريلاكسد فيت، بيختلفوا عن بعض في تفاصيل صغيره. سيبك من الاوفر سايز دلوقتي وخلينا نتكلم عن السليم فيت والريجولار فيت. التيشيرت السليم فيت هو تيشيرت مظبوط على جسمك بالكامل، يعني الكم ضيق على دراعك ومبين عضلاتك، ماسك من فوق ومبين عضلات البنش، والاهم ان التيشيرت ضيق من تحت يعني ماسك على وسطك ومحدد تفاصيل جسمك. على الجانب الاخر التيشيرت الريجولار هو التلبيس المريح اكتر شويه، اللي لو كتفه مظبوط عليك يبقى التيشيرت ده مقاسك، فانت هتلاقي الكم واسع شويه مش ماسك على دراعك لو عندك عضلات. التيشيرت مرحرح من تحت سواء على الصدر او البطن، يعني مش مبين تفاصيلك. طب ايه فايده الكلام ده؟ فايدته انك لو راجل فورمه وعندك عضلات وعايز تبينها يبقى المفروض تروح للتيشيرت السليم فيت. اما لو عندك كرش او مش فخور قوي بحجم بطنك فالمفروض تميل
اكتر ناحيه التيشيرتات الريجولار او الريلاكسد، تبقى فيها مساحه اكبر من عند الوسط فما تبينش دهون بطنك. تعال ناخد مثال مشابه في البنطلونات. انت كراجل عايز شكل رجلك يبقى نوعا ما نازل مستقيم، اكيد منطقه الفخذ اكبر من منطقه الساق بس ما يبقاش الفرق ضخم. فلو انت شاب رفيع او رجلك رفيعه ممكن تلبس بنطلونات سكيني مقبوله شويه، واني ما انصحكش بس عادي شكل رجلك هيبقى مقبول. لكن لو عندك دهون كتيره في منطقه الفخذ او رجلك مليانه او حتى عندك عضلات مفتوله فالاحسن انك تلبس ريجولار او ريلاكسد. ممكن في البنطلونات يبقى اسمه ستريت فيت، يعني السمانه واسعه شويه فالبنطلون نازل مستقيم من غير كيرفات، بيبقى مريح اكتر للعين. وعموما كل واحد فينا عنده مميزات حابب يظهرها وعيوب في جسمه عايز يخفيها، عشان كده لازم تختار اللبس المناسب لطبيعه جسمك. يعني بنفس المنطق لو انت راجل مليان من فوق او عندك كرش فالقمصان هتبقى مناسبه ليك اكتر من التيشيرتات. الالوان الغامقه بالذات في طبقه اللبس القريبه من جسمك زي البادي او التيشيرت هتبقى احسن من الالوان الفاتحه. لو انت راجل رفيع من فوق ومليان قوي من تحت مش هيبقى مناسب انك تلبس سليم او ضيق قوي من فوق لانه هيبين الفرق بين الجزئين. لا الجواكت مثلا هتبقى احسن ليك من البلوفرات لانها بتديك طبقه زياده وبتكبر او تعرض حجمك من فوق. لما تعرف طبيعه جسمك او ايه العيوب اللي محتاج تداريها او المميزات اللي محتاج تظهرها هتعرف تختار لبسك بشكل احسن، هتعرف ايه القطع المناسبه ليك بالظبط. وده السر ان ممكن حد يبقى جسمه وحش وتخين وبطنه كبيره ومع ذلك دايما شيك لانه بيلبس لبس مناسب لجسمه. ولو عايزين فيديو مفصل نتكلم فيه عن كل انواع الاجسام والستايل المناسب لكل جسم اكتبوا لي في الكومنتات. 2. اعرف طبيعه شخصيتك وايه الاماكن اللي بتروحها بانتظام، والاهم ايه الصوره اللي حابب توصلها للناس. تعال نفتح انستجرام بتاع اي رابر مشهور، ويجز او باتيستوتا او مروان بابلو او اي حد مشهور. ممكن في عالم الرابرز تعتبر دي شخصيات شياكه وستايلش وعلى الموضه، بس الواقع هو ان لو انا او انت لبسنا اللبس ده هيبقى شكلنا زي المهرجين، هنمشي في الشارع الناس بتتفرج علينا وتضحك. وبالمثل لو ويجز صور الكليب بتاعه وهو لابس بدله كامله وكرافته، البدله حلوه والكرافته شيك بس مش مناسبه ليه ولا لشغله. عشان كده انت كشاب او راجل لازم تجاوب على كام سؤال. انا عندي كام سنه؟ انا شغال فين او بروح فين؟ ايه الصوره اللي عايز اوصلها للناس؟ هل الصوره دي مناسبه ليا ولللايف ستايل بتاعي؟ وعلى اساس اجابه الاسئله دي تقدر تعرف ايه ستايلات اللبس المناسبه ليك وايه القطع اللي لازم تبعد عنها لانها معموله لشخص غيرك تماما. تعال ندي امثله في فئات عمريه مختلفه. لو سنك 15 او 16 سنه يعني غالبا طالب في ثانوي، فانت بنسبه 95% مش بتلبس حاجه غير كاجوال. ممكن يبقى عندك بدله للمناسبات بس مش هتحتاج تلبسها كتير او مش هتحتاج اي بدله غيرها. عشان كده الطبيعي وانت نازل تشتري لبس ان اغلب لبسك يبقى مايل للكاجوال او الفورمال الخفيف. يعني ممكن تشتري تيشيرتات او هوديز عليها طبعه او كلام، هتجيب بنطلونات جينز اكتر من القماش، كوتشيات اكتر من الجزم وهكذا. ممكن طبعا تلبس قمصان او جواكت جلد بس دي قطع وسط محايده، لا كاجوال صرف ولا فورمال صرف، فممكن تلبسها بغض النظر. طب لو سنك 21 22 سنه، انت طالب جامعي بس بتحتاج تروح مناسبات واماكن محترمه كتير، هتلاقي انك محتاج 60 ل 70% من لبسك يبقى كاجوال والباقي فورمال. بس حتى الجزء الكاجوال ده هيبقى كاجوال محترم، يعني تيشيرتات ساده، بولو اكتر من 7، بلوفرات تلبسها فوق القمصان وهكذا. هتلبس كوتشيات برضو بس هتبدا تدخل بنصات وجزم بشكل اكبر، هتلبس بنطلونات فورمال اكتر، جبردين وقماش، هيبدا ستايلك يتطور شويه ناحيه الفورمال. طب انت شاب عندك 30 سنه، هاخد مثال على نفسي مثلا، المفروض ان شاء الله لما يكون عندي 30 سنه هبقى دكتور شغال في عياده. مش بتكلم عن لبس المستشفى والسكراب واليونيفورم، لا بتكلم عن العياده. لبسي غالبا هيبقى سيمي فورمال، يعني قمصان ساده او كراهات مربعات صغيره، بنطلونات جبردين، ممكن ساعات جينز، ممكن ساعات قماش، بنصات وجزم، ممكن البس كوتشيات ممكن بس مش كتير، هيبقى فيه بليزرات وبلوفرات اكتر، يعني ستايلي هيبقى فورمال اكتر شويه. طب نفترض انك هتبقى شغال في بنك، ده قمه الفورمال، يعني بدل وبليزرات وقمصان ساده او منقوشه بس فورمال. انسى الكوتشي لانك هتلبس جزم كل يوم، لبسك هيبقى فورمال صريح. على الجانب الاخر اخويا شغال في شركه برمجه، بيروح بتيشيرت او هودي، ساعات بيلبس سويت بانس، ولما يحب يتشيك بيلبس قميص او جاكيت، لان ده يعتبر الدريس كود اللي كل الناس هناك بتلبسه. انت عايز حاجه مريحه ومش فارق معاك قوي الشكل لان مفيش اي تعامل مع بني ادمين، انت قاعد على مكتب وكمبيوتر طول اليوم. طبعا انا هنا بتكلم في نطاق الشغل، انت ممكن تكون شغال في بنك بس بالليل شاب سرسجي وبتلبس بنطلونات مقطعه، بس غالبا مش ده اللي بيحصل. في الاغلب ستايل لبسك بيبقى متقارب في كل الاماكن اللي بتروحها، لان مكانك في الشغل بيديك مكانه اجتماعيه معينه بتحاول ما تقلش عنها وانت بره الشغل. بس الاهم من كل اللي فات ده هو ايه الرساله اللي انت عايز توصلها للناس بلبسك. انت ممكن تكون دكتور بس عايز توصل رساله انك شاب صغير وروش، فساعتها ممكن تلبس كاجوال. وممكن تكون طالب في جامعه بس حابب الناس تعاملك بجديه اكتر، فساعتها مايل ناحيه الفورمال. 3. اعمل فولو الموديلز او ناس بتلبس كويس، والاهم انهم يكونوا بيلبسوا بطريقه شبه اللي انت عايزها. يعني لو انت عايز تلبس لبس محترم وبدل وبليزرات، ما تعملش فولو لحد بيلبس لبس كاجوال وتيشيرتات اوفر سايز وهوديز. وبالمثل لو انت شاب صغير وعايز لبس ترندي، ما تعملش فولو الاكونت بينزل لبس فورمال وبدل وكرافتات. انت مش محتاج تبقى مولود بموهبه اختيار الملابس، انت في الحقيقه كل اللي محتاج تعمله عشان تبقى راجل شيك هو انك تقلد. صحيح ان متابعه ناس بتلبس كويس هتعمل لك تغذيه بصريه وهتساعدك تعرف القطعه الحلوه من القطعه الوحشه، لكن حتى لو مش عايز تعمل ده فانت ممكن تقلد، تشوف الطقم على الموديل لبسه عاجبك وستايله شبه ستايلك، تلبسه زي ما هو بالظبط من
غير ما تشغل بالك بتنسيق الوان وتظبيط النقاشات والكلام ده. قلد عادي، مفيش حقوق ملكيه فكريه على اللبس. ولو حابب تقلدني او تاخد مني افكار هسيب لك لينك الانستجرام بتاعي تحت في الوصف. رقم 4 ودي نصيحه معرفش ليه محدش بيقولها، وهي انك تتابع زمايلك واصحابك وقرايبك اللي بيلبسوا كويس. يعني انا عارف ان في واحد معايا في الشغل او الكليه دايما شيك ولبسه مهندم، هدخل على الانستجرام بتاعه واشوف بيعمل ايه واعمل زيه. ولو شايف ان ده تقليد فقشطه، ايه المشكله؟ انا بحاول اقلد اي حد بيعمل حاجه كويسه وهفضل طول عمري اقلد ومش شايف ان ده غلط. انا شخصيا عامل فولو لكام واحد من زمايلي بحب طريقه لبسهم وشايف الستايل بتاعهم كويس وباخد منهم افكار وساعات كتير بقلدهم. رقم 5 جرب بنفسك وجرب كتير. لما تدخل محل لبس قيس قطعه واثنين وثلاثه وقارن الشكل اللي انت شايفه قدامك في المرايه بالشكل اللي كان في مخيلتك لما شفت قطعه اللبس دي وهي على الشماعه. ما تتكسفش من البياعين، انت مش لازم تشتري كل قطعه بتقيسها. ولو مش عايز حد يزن على دماغك روح المحلات الكبيره اللي بتاخد بنفسك القطع وتروح تقيسها وترجعها مكانها ومحدش بيسالك على حاجه. قيس كتير، بنطلونات وقمصان وجواكت، مع الوقت هتعرف ايه الاشكال اللي انت حاببها، ايه النقاشات اللي عينك بترتاح لها، ايه الالوان اللي لايقه على بشرتك، وحاجات تانية غير دي هتساعدك تختار بسرعه وسهوله في المستقبل عشان تدخل المحل تطلع القطع اللي انت عايزها على طول. كمان جرب في البيت، جرب كل القمصان اللي عندك على كل البنطلونات، شوف ايه القطم اللي عاجباك وصورها واحتفظ بالصوره بحيث تبقى عارف ان الطقم ده كده كده حلو، في وقت ما تتزنق وتبقى مش عارف تلبس ايه ترجع للصوره وتلبس الاوتفيت ده على طول. الجزء الثالث، ازاي تبقى راجل شيك. هناخد الجزء ده على شكل نصائح وملاحظات تقدر تكتب منهم اللي انت شايفه هيفيدك وتتجاهل الباقي. اولا خلي الاولويه رقم 1 دائما وابدا هي المقاس. لو احسن جاكيت في تاريخ الجواكت قدامك وبسعر كويس بس صغير او كبير عليك ما تشتريهوش. مش كل الهدوم ينفع تتظبط، عشان كده لازم تبقى عارف ايه اللي ممكن تظبطه على مقاسك وايه اللي خلاص مفيش منه امل ما تشتريهوش اصلا. مثلا في البدل انت ممكن تغير طول وسع الكم، ممكن تقصر الجاكيت، ممكن تضيق الوسط، بس صعب جدا جدا او مستحيل انك تلعب في الكتف. لو الكتف صغير او كبير يبقى البدله دي مش بتاعتك، شوف مقاس تاني او شوف بدله غيرها. في القمصان سهل تضيق الوسط او تقصر القميص، بس برضه صعب جدا انك تظبط الكتف. في السويتشيرتات والبلوفرات ما تقدرش تظبط اي حاجه تقريبا. في ترزي شاطر بيعرف يظبط كام نقطه بس اغلبهم هيبوظ لك اللبس بتاعك، فالاحسن انك تجيب حاجه مظبوطه عليك من الاول. في التيشيرتات انت ممكن تقصر وتضيق، بس اغلب قماش التيشيرتات بيبقى ضعيف ومش بيستحمل مكنه الخياطه، عشان كده ممكن يبوظ منك، فالاحسن انك تحاول تجيب حاجه مظبوطه عليك. البنطلونات على العكس تقدر تظبط فيها كل حاجه، الوسط والرجل والطول كل حاجه تقدر تتظبط، بس عشان تسهل الدنيا عليك هات بنطلون وسطه مظبوط وظبط اي حاجه تانية. في الجواكت الموضوع معقد شويه وبيختلف حسب نوع الجاكيت. في جواكت تظبيطها ممكن زي الجينز، وجواكت تانية تظبيطها شبه مستحيل زي الشاموا او الجلد، ولو ان احيانا في حاجات بتتظبط، وانا شخصيا قصرت كم جاكيت جلد قبل كده. المهم واللي عايزك تطلع بيه من النقطه دي هو ان اهم عنصر في شياكه اي قطعه تشتريها هو المقاس. لو القميص او الجاكيت او التيشيرت مش مظبوط عليك ولا يبدو انه هيتعدل عند الترزي ويبقى مظبوط عليك ما تشتريهوش، لان شكله كده كده هيبقى وحش حتى لو سعره غالي وستايله حلو وشكله جامد جدا على المانيكان. انا عارف اننا في عصر الاوفر سايز وكل ما تبص حواليك تلاقي شباب لابسه تيشيرتات قدها مرتين، بس ده ترند سنتين وهيخلص. فلو انت مش غاوي ترندات او حابب تبقى شيك من غير مخاطره البس لبس مظبوط على مقاسك. يبقى محتاج تعرف ايه التعديلات اللي ممكن تعملها على اللبس زي ما قلنا، ومحتاج كمان تدور على ترزي شاطر قريب من بيتك عشان تظبط عنده اللبس بعد ما تشتريه. البنطلونات مش بتحتاج شطاره قوي فممكن تظبطها عند اي حد. القمصان بتحتاج مهاره اكتر شويه. البدل والجواكت محتاجه ترزي شاطر فعلا، فحاول ما تسترخصش فيهم. برضو لو بتحب تشتري اونلاين ودي حاجه هنصحك بيها لانك هتلاقي موديلات اكتر وعروض احسن، خصوصا لو كنت من محافظه بعيده عن المركز. حاول تشوف قطعه لبس تلبسها مظبوط عليك وشكلها حلو وتاخد مقاساتها من الكتف والوسط والكم. احتفظ بالارقام دي، سجلها في نوت عشان وانت بتشتري اي قطعه لبس اونلاين تقارن وتعرف مقاسك. وخليك دايما فاكر ان اهم نقطه على الاطلاق في انك تبقى راجل شيك هي الفت، او ان اللبس يبقى مظبوط عليك. 2 خلي اغلب لبسك هادي في الشكل وفي الالوان. لو عايز تلبس قطعه مميزه او فيها نقشه يبقى تخلي باقي الطقم ساده وبلون اساسي. يعني لو عايز تلبس قميص كاروهات حاول تخلي البنطلون ساده، لو هتلبس بنطلون مقلم يبقى القميص ساده، لو هتلبس لون مميز بنفسجي اصفر احمر خلي باقي الطقم بلون هادي، يعني ابيض اسود رمادي بيج. هل دي قاعده ثابته؟ يعني ما ينفعش خالص البس كذا نقشه في طقم واحد؟ لا ينفع، وممكن تشوف واحد لابس قميص وبدله وكرافته كل واحده فيهم بنقشه مختلفه ومع ذلك شكله شيك وحلو جدا، بس في مخاطره. سيب الكلام ده للناس اللي بتحب اللبس وبتقف ساعه قدام المرايه كل يوم الصبح. انت عايز تبقى شيك من غير مجهود او تفكير، عشان كده بقول لك خليك في الامان. نقطه تانية هنا وهي انك ما تحاولش تلاقي الوان غريبه مع بعض، وبصراحه كده فكك من عجله الالوان والشغل ده. انت اعرف كام تجميعه بيليقوا على بعض واعملهم على طول. يعني مثلا الابيض والاسود والرمادي، البيج واللبني، البيج والكحلي، الازرق والبني، النبيتي والازرق، البيج والزيتي، التجميعات المشهوره اللي انت عارف انها شغاله وبتليق عليك. وممكن نعمل فيديو تاني ان شاء الله نقول فيه اهم التجميعات اللي ممكن تطبقها زي ما هي هتريحك من
التفكير الكتير. 3. اشتري قطع اساسيه تقدر تلبسها في اي وقت، مش قطع موضتها هتروح بعد سنه او 2. وكل ما كانت القطعه اساسيه اكتر او هتقدر تلبسها فتره اطول كل ما يستحسن انك تصرف فيها اكتر. يعني اشتري اغلى قطع امكانياتك الماديه تسمح بيها. طب يعني ايه قطع اساسيه؟ يعني قطع مش مميزه، قطع عاديه اي حد فينا يقدر يلبسها ومش بتطلب الاهتمام. الشياكه مش انك تبقى مميز زياده عن اللزوم، مش انك تبقى غريب عن باقي الناس. الشياكه هي انك تلبس لبس تقليدي اغلب الوقت بس يبقى مقاسه مظبوط وجودته كويسه ولايق على بعضه. القطع الاساسيه دي زي مثلا التيشيرتات الساده باللون الابيض والاسود والكحلي والرمادي، القمصان الساده ابيض ولبني وكحلي واسود، بولو اسود وكحلي ورمادي، البنطلون الجينز البلو بلاك والاسود، التشينو الكحلي، الكوتشي الجلد الابيض والاسود والهافان، البنصات والجزم الجلد باللون الاسود او البني، البدله الكحلي او الرمادي، الجاكيت الجلد الاسود او البني، وغيرها من القطع الاساسيه اللي ممكن تلبسها في اي وقت من غير ما تحس انك مش على الموضه. حتى لو عايز تبقى مميز وتلبس قطع فاقعه لازم الاساسيات دي تبقى هي البيز بتاعتك او القاعده اللي بتبني عليها. يعني لو عايز تلبس قميص كراهات اصفر لازم باقي الطقم يبقى من القطع الاساسيه، مثلا بنطلون جينز كحلي وبنص بني. عايز تلبس بنطلون بني قطيفه يبقى باقي الطقم لبس اساسي، مثلا قميص ابيض وكوتشي ابيض وهكذا. 4. اعرف تصنيف كل قطعه في لبسك، هل هي فورمال ولا كاجوال ولا في النص. لازم تفهم ان مصطلح فورمال وكاجوال ده مش مصطلح مطلق، ده كونتينيوم او خط متدرج من اقصى الكاجوال لاقصى الفورمال. اقصى الفورمال هو بدله فرح بيضاء اللي بتبقى مع التوكسيدو اسمها دينر جاكيت، واقصى الكاجوال هو فانلة حمالات وشورت وشبشب اللبس اللي بتلبسه في البيت. ونادرا ما هتحتاج تنزل من البيت وانت في طرف من الاثنين، غالبا هتبقى في النص، يا مايل للكاجوال يا مايل للفورمال. عشان كده محتاجين نفهم ايه اللي بيخلي القطعه دي فورمال او كاجوال، وده بيتلخص في 4 عوامل: القطعه نفسها، الخامه، اللون، النقشه. نبدا باهم عامل وهو القطعه نفسها، لان مهما غيرت اللون القميص هيفضل فورمال اكتر من تيشيرت 7. ممكن لو قميص كاجوال قوي ومشجر بقى وبيتلبس على البحر، بس القاعده هي ان القميص فورمال اكتر من التيشيرت. وحتى في التيشيرتات نفسها البولو فورمال اكتر من التيشيرت العادي. عشان كده انا هديك قواعد عامه تمشي عليها وترتيب من الكاجوال للفورمال. في اللبس الصيفي تيشيرت رقبه عاديه، تيشيرت هنلي، تيشيرت بولو، قميص. وكل ما كانت ياقه القميص كبيره او شكلها تقليدي او ما فيهاش زراير كل ما كان فورمال اكتر. في اللبس الشتوي هودي، سويت شيرت بسوسته، كارديجان، بلوفر راوند، بلوفر بسوسته، بلوفر 7. وفي الموسمين البليزرات ثم البدل الكامله ثم البدل الكروازي او الدبل بريستد. في الجزء السفلي الشورتات ثم البنطلونات مش معقده. في الاحذيه كوتشي، بانس، جزمه، مع العلم ان اشكال البنصات والجزم برضو بتختلف في درجه الفورماليتي، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل في فيديو كامل هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الوصف. ندخل بعد كده على الخامه، وهنا انا بتكلم برضو على التكستشر او الملمس بتاع القطعه. كل ما كانت القطعه ناعمه او سموث كل ما كانت فورمال اكتر. يعني التيشيرت القطن الناعم فورمال اكتر من التيشيرت المضلع، والبنطلون الجبردين الناعم فورمال اكتر من البنطلون البيكا اللي خامته محببه. نفس الكلام في الجواكت الفورمال، في اغلب الوقت هتلاقي البدل ملمسها ناعم، لكن البليزرات اللي كاجوال اكتر شويه ملمسها خشن او فيها مربعات صغيره. يعني بشكل عام لو قدرت تشوف الخيوط او التكستشر بتاع القطعه كويس فدي غالبا قطعه كاجوال. بالمناسبه اللمعان لي نفس التاثير، القطعه اللي بتلمع زي البيبيونه او الجزمه او الياقه بتاعه الجاكيت في البدله التوكسيدو بتبقى فورمال اكتر من مطفيه. وعندك خامه زي الكتان، خامه كاجوال صرف، حتى لو كنت لابسها في بدله فهي ما زالت بدله كاجوال. صحيح هي ما زالت فورمال اكتر من قميص بس او من تيشيرت، لكنها في البدل تعتبر بدله كاجوال. في الجزم الجلد اكتر حاجه فورمال، بعد كده الشموا، بعد كده الكانفاس اللي هو القماشه بتاعه الكونفرس لو مسكته قبل كده. العامل الثالث هو اللون. بشكل اساسي كل ما كان اللون فاتح كل ما كان كاجوال، وكل ما بقى غامق كل ما بقى فورمال. ولو بنتكلم عن نفس اللون زي درجات الازرق فهتلاقي الدرجات الفاتحه زي اللبني كاجوال، والدرجات الغامقه زي الكحلي فورمال، والدرجات الزرقاء اللي في النص نفس الكلام في الرمادي. كل ما الرمادي كان فاتح او رصاصي اكتر كل ما بقى كاجوال، وكل ما البدله كانت غامقه وقريبه من الاسود كل ما بقت فورمال. اللون الوحيد اللي بره التقسيمه دي هو الابيض. صحيح ان الابيض هو اكتر لون فاتح لكنه مش اكتر لون كاجوال، انت ممكن تلبسه كاجوال او فورمال. يعني اهم الالوان من الكاجوال للفورمال: الاصفر والاخضر الفاتح والاحمر الفاتح والبرتقاني، البنفسجي، الدرجات الهاديه من الالوان اللي فاتت يعني الاصفر الباهت او الاخضر الباهت، الزيتي، البني، الازرق بدرجاته، طبعا الفاتح كاجوال والغامق فورمال، الرمادي بدرجاته، واخيرا الاسود. الابيض مش قادر احطه في مكان بالظبط لانه بيمشي كده وكده عادي. اخيرا النقشه. بشكل عام كل ما كانت القطعه ساده كل ما كانت فورمال اكتر، وكل ما كانت منقوشه او النقاشات دي حجمها كبير كل ما كانت كاجوال. يعني قميص ساده فورمال اكتر من قميص كاروهات بمربعات صغيره، فورمال اكتر من قميص كاروهات بمربعات كبيره، وطبعا كلهم فورمال اكتر من قميص عليه رسمه او كتابه. في قطع صغيره ممكن تبقى منقوشه حتى في الاطقم الفورمال زي الكرافته، بس بشكل عام اي قميص تيشيرت بدله بلوفر لو ساده هيبقى فورمال اكتر من المنقوش. بالطريقه دي تقدر تصنف القطع اللي في دولابك
دولابك حسب درجه رسميتها، وبكده هتقدر تعرف الحته دي مناسبه ولا لا وانت رايح اي مكان. رقم 5، رتب دولابك، مش عشان تبقى راجل نظيف ومنظم، لا عشان تعرف تلبس بسهوله. حتى لو دولابك صغير جدا اكيد في طريقه تقدر تقسمه بيها الاجزاء. احنا عايزين نخلي كل نوع من الملابس لوحده، التيشيرتات لوحدها، القمصان لوحدها، الجواكت لوحدها، وهكذا. بس قبل ما نعمل ده انا محتاج منك تطلع كل الهدوم اللي في دولابك وتقيسها. معلش انا عارف ان الموضوع متعب وهياخد وقت كتير، بس دي حاجه هتتعمل مره واحده وهتريحك قدام. لو انت مش بترتب دولابك بانتظام فاكيد في قطع موجوده بقالها سنين بطلت تلبسها، او مقاسها ما بقاش مناسب، او اتقطعت، او خلاص ما بقتش تحبها ومش عايز تلبسها تاني. وجود القطع دي في الدولاب بيخليك تحس بتوهان، تحس ان قدامك اختيارات كتير ومحتار تلبس ايه فيهم، مع ان الموضوع ابسط من كده بكتير. انا عايزك النهارده تطلع كل اللبس اللي في دولابك وتقيسه. اي حاجه مش شايف انك هتقدر تلبسها لاي سبب مش المفروض تفضل في دولابك، اتبرع بيها، او لو مش عايز احتفظ بيها بس في مكان بعيد مش وسط الهدوم اللي تقدر تلبسها. مش عايزينها تشغل مساحه على الفاضي من الدولاب. واي حاجه مش مظبوطه بس ممكن توديها للترزي اعمل كده. احنا عايزين الدولاب يبقى فيه الهدوم المظبوطه اللي هتقدر تلبسها بس. وبعد ما تقيس كل القطع اللي في دولابك وتطلع اللبس اللي غالبا مش هتلبسه، عايزين نرتب الدولاب بشكل كويس. اتعلم ازاي تطبق هدومك، طبق التيشيرتات والبلوفرات والسويتشيرتات، وعلق القمصان والجواكت. المهم انك تخلي كل نوع منفصل عن التاني، بحيث لما تصحى الصبح بتدور على قميص تلبسه، القمصان هنا انت عارف، عايز تلبس جاكيت الجواكت هنا، ما تلاقيش الدنيا ملخبطه. محتاج تلبس بنطلون الجينز هنا والجبردين هنا، وبكده مش هتحتاج 5 دقايق كل يوم الصبح وانت بتلبس. لو عايز تاخد خطوه زياده ممكن ترتب القطع حسب اللون من الفاتح للغامق. مش لازم تعمل ده، بس هيسرع الدنيا معاك شويه وهيخلي شكل دولابك مريح للعين وهتتبسط وانت واقف قدامه. رقم 6، ودي دمها تقيل شويه في فيديو بيتكلم عن اللبس، بس لازم اتكلم عنها لانها فعلا بتفرق. ظبط جسمك. مش لازم تبقى فورمه ومعضل، بس المهم انك ما تبقاش تخين قوي او رفيع قوي. اغلب اللبس الموجود في السوق بيبقى معمول للجسم المتوسط، افريج، واحد جسمه متوسط وطوله متوسط. انت مش هتقدر تغير طولك بس ممكن تغير جسمك، لان لو مقاسك 4 اكس فانت هتضطر تجيب لبس طويل قوي وهيبقى شكله مش حلو عليك. او لو كنت متفائل شويه فانت هتحتاج تلف كتير عشان تلاقي قطع لبس شكلها عاجبك وفي نفس الوقت مظبوطه عليك. مش لازم تروح الجيم ولو انه يفضل، بس اهم حاجه انك تقلل اكلك وتخس. مش هنتكلم عن ده في الفيديو اكيد، بس ممكن ترجع لقناه الجيم دكتور فيتنس، برضو اللينك بتاعها في الوصف. رقم 7، بما انك رتبت دولابك في الخطوتين اللي فاتوا، عايزك تمسك ورقه وقلم وتكتب كل اللبس اللي عندك، بالتحديد كل اللبس اللي تقدر تلبسه بره البيت، من غير ما تقول ده مش مظبوط عليا، ده مطه مش عجباني، ده مش حلو، ده مش عايز البسه. بتكلم عن القطع اللي انت فعلا هتلبسها، واعمل لسته كامله. التيشيرتات 1 2 3، القمصان 1 2 3، البنطلونات 1 2 3. اكتب كل اللبس اللي عندك في الدولاب. مش لازم تصور كل قطعه، المهم تبقى عارف ان القميص الرمادي هو القميص المعين اللي في دماغك. بعد كده عايزك تعمل اكبر عدد ممكن من القطن بالقطعه دي. ابدا بالبنطلونات، اختار مثلا بنطلون اسود، حط البنطلون قدامك وبدل عليه كوتشيات وقمصان، يعني بنطلون اسود وكوتشي اسود زائد قطعه من فوق. هتلاقي ان تقريبا كل القطع اللي عندك بتليق على الطقم ده، وهتلاقي انك كتبت 7 أو 8 قطن تقدر تلبسهم في اي يوم. غير الكوتشي الاسود بكوتشي ابيض وشوف ايه القطع اللي تنفع. بعد كده اقلب، غير الكوتشي وهات البنص الاسود او البنص البني. خلصت الجزم، غير للبنطلون الجبردين البيج وبرده بدل عليه احذيه، بنص بني، كوتشي هافان. ومع كل حذاء جرب كل القطع اللي من فوق، تيشيرتات وقمصان واي حاجه عندك، شوف ايه اللي ممكن يليق وزوده للقايمه بتاعتك. يعني اللي شكله حلو ولايق على بعضه كالوان وعجبك اكتبه، اللي مش عاجبك ما تكتبوش. الهدف هو انك تطلع باكبر عدد ممكن من القطن مكتوبه وجاهزه قدامك طول الوقت عشان تريح دماغك من التفكير. انت عايز تبقى شيك باقل مجهود. 8، كل ما يبقى قدامك فرصه انك تعمل لايرنج او تلبس اكتر من طبقه استغل الفرصه دي. النصيحه دي هتبقى عمليه اكتر في الشتاء، بس حتى فصل الصيف ممكن تلبس فيه طبقات. لو سنك صغير او رايح مكان كاجوال ممكن تلبس قميص كراهات على باضي ابيض حتى لو كنت في فصل الصيف. دي تفصيله زياده هتخليك شيك ومميز وممكن تعملها كل فتره. في الشتاء بقى الموضوع اسهل بكتير، اي قميص مع اي بلوفر، اي تيشيرت مع اي جاكيت. لو الجو برد قوي ممكن تلبس بالطو، حابب تاخد حته زياده قميص وبلوفر وفوقيهم جاكيت جلد او شمواه. في طرق كتير عشان تلبس طبقات في فصل الشتاء، فاستغل الفصل ده عشان تبرز شياكتك. وبشكل عام عشان ما تحتارش وانت لابس طبقات، خلي طبقه واحده منقوشه والباقي ساده، ويفضل الطبقات اللي بره تبقى اغمق من اللي جوه، وغالبا مش دايما يفضل الطبقات اللي بره تبقى اطول من اللي جوه. 9، اهتم بالاكسسوارات، مش اهتمام زياده او مبالغ فيه بس برضه ما تهملهاش. وانا هنا بتكلم عن اكسسوارات زي الساعه، محتاجين على الاقل ساعه معدن ويفضل معاها ساعه جلد باللون الاسود او البني. المحفظه الجلد على الاقل واحده سواء بني او سودا. نضاره الشمس، الكوفيه او السكارف في فصل الشتاء، الحزام الجلد اسود او بني، ولو بتلبس كرافتات يبقى منديل جيب. دي اكسسوارات اساسيه وعمرها ما هتبقى اوفر او مش مناسبه للمكان زي الحظاظات والسلاسل والكلام ده، لا دي حاجات تقدر وانصحك تلبسها كل يوم على اي طقم. وده عشان تضيف التفصيله الصغيره اللي ممكن تفرق اتنين عن بعض وهم لابسين نفس القطعه بالظبط. المهم انك تختار دايما حاجات بسيطه تقدر تلبسها
تلبسها على اي طقم، وده عشان ما ترهقش نفسك في التفكير، خصوصا لو حسك الفني مش عالي قوي. 10 كفايه كوتشيات رياضيه. انا عارف ان كوتشي الجري مريح، بس مش لدرجه انك تلبسه على البدله. مش لازم تلبس جزم وبنصات طول الوقت، بس على الاقل البس كوتشي جلد ساده. انت فاكر انها تفصيله صغيره ومحدش واخد باله، بس الواقع ان كل الناس واخده بالها. كل الناس شايفاك لابس اوتفيت شيك ومحترم على كوتشي رياضي مش مناسب للمكان، مبوظ الطقم بالكامل. المنظر العام مش مظبوط. حاول تزود الفورماليتي بتاعت تحذيتك شويه لو حابب تبقى شيك. ولو عايز تفهم الفرق بين انواع الاحذيه والكاجوال والفورمال، دليل الاحذيه موجود تحت في الوصف. 11 حاول تلبس اشيك بنسبه 10 او 20% من الناس اللي معاك. مش القصد اننا نقلل من حد، بس انت عايز تبقى شيك فلازم تاخد خطوه زياده. يعني لو كل الناس هتلبس بدله من غير كرافته، البس انت كرافته. لو الكل لابس تيشيرت راوند، البس انت بولو. لو الكل لابس بولو، البس قميص. لو الكل لابس هوديز، البس بلوفر. يعني خد خطوه واحده زياده مش اكتر من كده، وده عشان تبقى مميز في المكان. واوعى تاخد كلامي بشكل غلط وتفهم اني بقول لك روح الجامعه ببليزر او بدله، كده شكلك مش هيبقى لايق على المكان وهتبقى اوفر حبتين ثلاثه. انا عايزك تاخد خطوه واحده زياده عن متوسط زمايلك. 12 خد فكره بسيطه واساسيه عن تنسيق الالوان. مش مطلوب منك يبقى عندك حس فني ولا تبقى خريج فنون جميله وتفهم عجله الالوان والكلام ده. انت مش محتاج غير انك تبقى عارف ان اللون ده بيليق على اللون ده، حتى لو مش مقتنع، حتى لو عينك مش شايفه. اظن ان انت اعترفت انك مش مؤهل تحكم على تنسيق الالوان. الاسود والرمادي والابيض، البني بدرجاته مع الازرق بدرجاته، درجات البني عموما مع بعض من اول الاوف وايت مرورا بالبيج والكافيه لحد البني المحروق، البيج والزيتي، النبيتي والازرق، النبيتي والرمادي، وشويه تجميعات اساسيه برضو ممكن نعمل عنها فيديو. لو مهتم اكتب لي في الكومنتات. زي ما قلت لك مش محتاج تبقى فنان، بس برضو ما ينفعش تلبس اي قطعتين على بعض وخلاص. لازم يبقى فيه تناسق في الالوان. لو طبقت النصايح دي اوعدك انك هتبقى راجل شيك من غير تفكير ومن غير مجهود ومن غير ما تحتاج حد يقول لك تلبس ايه. بس قدام في اخر الفيديو هديك كام تريكايه هتساعدك تعمل الموضوع ده اسهل شويه، فكمل للاخر. الجزء الرابع، ازاي تبقى شيك باقل التكاليف. ازاي تنفذ النصايح اللي فاتت وتهتم بلبسك من غير ما بيتك يتخرب. برضه هنتكلم في شكل نقط عشان الكلام يبقى واضح. رقم 1 ودي عكس المتوقع، انا مش عايزك تدفع اقل، انا عايزك تدفع اكتر بس في قطع اقل. لما نتكلم عن التوفير ما ينفعش نبص تحت رجلينا بس. ما ينفعش تقول هوفر النهارده واجيب قميص ب 100 جنيه وانت عارف ان هو هيبوظ ويتقطع بعد شهر او شهرين لان خامته وحشه، وتضطر تجيب واحد تاني ب 100 جنيه وتتفاجئ اخر السنه انك صرفت 600 او 800 جنيه على نفس القميص اللي خامته اساسا مش كويسه وشكله مش حلو. كان الاحسن انك تدفع 600 جنيه دول في قميص واحد خامته محترمه وشكله كويس وهيعيش معاك سنه واثنين وثلاثه، ومش هتشيل هم انك محتاج تغيره كل شهرين. طبعا القاعده دي مش ثابته لكل القطع، بس في حاجات معينه يستحسن انك تصرف فيها، وانا هنا بتكلم عن القطع الاساسيه اللي هتلبسها كتير وهتعيش معاك سنين. يعني البدل والبلطوهات والبليزرات بشكل عام، البنطلونات الجبردين بالالوان الاساسيه الاسود والكحلي، الجينز الغامق او البلو بلاك، الجزم والبنصات الجلد باللون الاسود او البني من القطع اللي لازم تصرف عليها وما تسترخصش، الجواكت عموما بالذات الحاجات اللي هتعيش معاك زي الجلد او الشموا مش الترندات زي البيسبول، البلوفرات الاساسيه باللون الاسود او الكحلي او الرمادي. دي قطع ثابته عمرها ما هتبقى مش موضه، ممكن تلبسها النهارده او السنه الجايه او كمان 10 سنين وهيبقى شكلها حلو. عشان كده يفضل انك تشتريها مره واحده حتى لو هتدفع سعر ازيد حبتين. ما تنساش ان مش مطلوب منك تملى دولابك مره واحده، عادي اعمل لنفسك جدول. في شهر يناير هجيب جاكيت جلد، في شهر فبراير هجيب بلوفر رمادي، في شهر مارس هجيب جاكيت شموا هافان، في شهر ابريل هجيب جزمه جلد بني، وهكذا. مع الوقت وشهر ورا شهر هتلاقي دولابك بيتملي، بس بيتملي قطع جودتها عاليه وشكلها حلو وهتعيش معاك سنين، ودوم تبقى مبسوط وانت بتلبسها وتبقى فخور بيها فعلا. 2 لو هتشتري قطع مش اساسيه او قطع مش هتلبسها كتير او قطع بتلبسها عشان خاطر ترند او روشنه او شويه كده وموضتها هتروح، حاول تسترخص. ليه تشتري جاكيت بيسبول ب 1000 ونص وانت عارف ان كمان سنه مش هتقدر تلبسه؟ الجاكيت قيم وخامته محترمه وهيستحمل سنين، بس مفيش حد اصلا هيلبسه في السنين دي لان الموضه بتاعته خلصت. نفس الكلام مع اللبس الاوفر سايز. هودي ايه اللي جايبه ب 800 جنيه؟ ده ترند ومش هيكمل وهتلاقي نفسك رميت فلوسك ومش عارف تعمل ايه باللبس ده. اي قطعه ترند عايز تجيبها انصحك تسترخص، او الافضل ما تجيبهاش اصلا طول ما انت في الاول. ما دام دولابك مش كامل من الاساسيات يبقى ما ينفعش تضيع فلوسك في قطع ثانويه، مش وقته. ركز دلوقتي في مهمتك الاساسيه وهي انك تعمل دولاب كامل فيه القطع الاساسيه اللي هتقدر تلبسها على طول عشان تبقى شيك طول الوقت. 3 اشتري في التخفيضات واشتري اخر السيزون. عارف لما تبقى في اخر الشتاء وتلاقي واحد صاحبك جايب جاكيت جديد او جزمه بوت وتستغرب وتقول هو جايبها ليه دلوقتي ما خلاص الشتاء خلصت؟ صاحبك ده فاهم اكتر منك وعارف ان السعر اللي اشترى بيه الجاكيت دلوقتي هو نص السعر اللي هيتعرض بيه السنه الجايه. هتقول لي بس ده هيبقى موديل قديم. هقول لك ما احنا اتفقنا احنا بنشتري قطع بيزك ما فيهاش قديم وجديد، قطع بتتعرض وتتباع كل سنه عادي، موضتها مش بتروح. عايزك تعمل زي صاحبك ده، لما يبقى الصيف في اخره والمحلات تبدا تنزل تخفيضات ده الوقت المناسب للشراء سواء اوفلاين او اونلاين. المهم انك ما تشتريش قطع مش عاجباك لمجرد ان عليها تخفيض، لا اشتري قطع كده كده كنت عايز تجيبها بس سعرها كان عالي او مش مناسب ليك، ويفضل انك تبقى محدد من قبل ما تنزل انت عايز ايه. يعني عايز اجيب
جبردين بيج وهودين بيتي، يبقى جبردين بيج وهودين بيتي حتى لو لفيت شويه، بس دي القطعه اللي انت محتاجها. ركز. 4. اتعلم ازاي تطلع القطعه اللي جودتها عاليه، ما تبصش لاسم البراند بس. مش معنى ان القطعه دي من ديفاكتو ان جودتها كويسه، لا خالص، مش شرط. كل براند عنده خامات كويسه وخامات اي كلام. لازم عينك تتعود تقيم جوده القطعه من غير ما تبص على سعرها. ملمس الخامه، ظبطه المقاس والتناسق بتاع القطعه، جوده الخياطه وانها مظبوطه ومتساويه، الكواليتي بتاعت الاكسسوارات زي الزراير او السوسته، القطعه مبره ولا لا، الكوتشي متخيط ولا نعله ملزوق بس، البنطلون تلبيسه منطقي ولا في حته واسعه قوي وحته ضيقه قوي. كل دي تفاصيل اهم من السعر، تقدر تقيم بيها القطعه اللي قدامك تستاهل انك تشتريها ولا لا. في قطع اسعارها فلكيه مع ان جودتها عاديه جدا، بس اتسعرت كده لانها تبع البراند الفلاني، فما تخليش اسم الماركه يشغلك. ابدا بانك تروح مول كبير في بلدك وتدخل اعلى براندات اللبس الرجالي، ادخل كونكريت ومازيمو دوتي، ولو في اعلى ادخل، امسك القطع، قيس حته او اتنين، ركز في التفاصيل وحاول تعرف ايه الفرق بين القطعه دي والقطعه اللي انت متعود تشتريها. 5. بطل تشتري اطقم كامله وتعلم تشتري قطع لوحدها. ما تقولش انا نازل اشتري طقم للعيد او نازل اشتري طقم عموما وعايز قميص يليق على البنطلون ده. احنا مش بنشتري قطعه هنلبسها مره واحده او مع اوتفيت واحد، احنا بنشتري قطعه تقدر تلبسها مع كذا طقم ومع قطع كتير في دولابك. بدل ما تفكر في انا عايز اجيب طقم، خلي دماغك رايحه ليه انا دولابي ناقصه كذا وكذا من الاساسيات، واشتري قطع الناقصه حتى لو مش لايقه على بعض، كده كده هتليق على قطع تانية في الدولاب. طبعا ده بافتراض انك ماشي على القواعد اللي فاتت ومش جايب بنطلون بنفسجي او اخضر. الجزء الخامس، ازاي تحافظ على لبسك. بعد ما عملت دولاب مليان قطع كلاسيكيه واساسيه تقدر تلبسها في اي وقت، محتاجين نعرف ازاي نقدر نحافظ على القطعه دي عشان تعيش معاك سنين وما تحتاجش تشتري بدلها جديد. تقدر تقول ان ده دليل سريع للاهتمام بالملابس. 1. اغسل لبسك زي ما مكتوب عليه بالظبط. كل قطعه ملابس بيبقى متخيط فيها ورقه صغيره بتقول لك تغسلها ازاي. المصنع نفسه بيقول لك دي الطريقه الصح عشان تغسل القطعه. اسمع كلامه. مش كل اللبس ينفع يتحط في الغساله، ومش كل اللبس بيستحمل نفس درجات الحراره، ومش كل اللبس ينفع يتعصر. اقرا المكتوب على الورق، ولو محتار او خايف على قطعه معينه وديها المغسله وهم هناك هيعرفوا يتعاملوا معاها كويس. أرجوك يا حامد ما تحطش البدل أو الجواكت في الغسالة. نقطة تانية في حتة الغسيل وهي إنك ما تغسلش لبسك أكتر من اللازم. اغسل لما تبقى مضطر تغسل، لما يبقى لازم تغسل، بس مش كل مرة تلبس فيها البنطلون لازم تروح تحطه في الغسالة، كده غلط. الهدوم الداخلية والشرابات هي اللي بتتغسل في كل مرة تلبسها، لكن باقي اللبس لا. لازم تفهم إن كل مرة غسيل بتقلل العمر الافتراضي للبسك، فما تغسلش حاجة إلا لو أنت فعلا محتاج تغسلها. 2. اشتري شماعات كويسة. السوق المصري مليان أنواع مختلفة من الشماعات، شماعات خشب، شماعات بلاستيك عريضة، شماعات رخيصة بنص جنيه، شماعات سلك رفيعه. عايز اقول لك حاجه، لو ناوي تعلق تيشيرتاتك وما تطبقهاش ابعد تماما عن الشماعات السلك. الشماعات دي بتسيب علامه في التيشيرت وبتخليه يمط وبتبوظ التناسق بتاعه، وممكن تلاقيها عامله لك حفر عند الكتف او اي مكان تاني، فحاول تتجنبها. لو هتعلق بدل او بليزرات يفضل تجيب شماعات مخصصه لده، الشماعات اللي بيكون كتفها عريض شويه عشان تملى كتف الجاكيت. كمان ممكن تستثمر في شماعات خشب، هي غاليه شويه بس جودتها كويسه وهتعيش معاك ومش بتبوظ اللبس، ده غير ان شكلها حلو وبتفتح نفسك على الدولاب. 3. اتعلم ازاي تطبق هدومك، والاهم انك تطبق هدومك عموما. في طرق كتير ممكن تطبق بيها تيشيرت او بلوفر، ممكن تتني الكمام بعد كده تطبق من النص، ممكن تتني من الجنب، في طرق كتير، بس المهم انك تطبق لبسك بانتظام وتتعود انك اول ما اللبس ينشف من على الحبل تجيبه وتطبقه وتشيله في مكانه في الدولاب. كمان لما تلبس بلوفر او سويتشيرت ومش محتاج يتغسل وهترجعه الدولاب ما تكرمشوش كده وخلاص، طبقه وخلي شكله منتظم، وده عشان لما تيجي تلبسه تاني مره يبقى شكله حلو ومظبوط ومش محتاج مكوى. رقم 4 وبمناسبه الكرمشه، اكوي هدومك بانتظام. ما تستناش لما تبقى محتاج تلبس القميص عشان تكويه، اكوي القميص بعد ما يتغسل على طول. ما تدخلش القميص لدولابك غير وهو مكوي وجاهز يتلبس. لو ما عندكش وقت تكوي ودي قمصانك للمكوي، بس ما تعلقش القميص في الدولاب وهو مش مكوي، لانك هتتزنق الصبح وهتبقى عايز تلبس القميص وهتلاقيه مكسر ومش هتعرف تعمل ايه وما عندكش وقت تكويه، هتضطر تلبسه من غير مكوى او بمكوى اي كلام وشكلها مش حلو، او هتكروت المكوى وهتحرق القميص. 5. خلي عندك على الاقل فرشتين، واحده لللبس واحده للجزم. الفرشه طريقه ممتازه عشان تنظف هدومك من غير ما تحتاج تغسلها او تعرضها للبهدله. يعني لو عندك بنطلون اسود لبسته 3 أو 4 مرات وحاسس انه طرب شويه، افرده على المكتب، طلع الفرشه، اشتغل من فوق لتحت، هتلاقي كل التراب طلع في دقيقتين بالظبط والبنطلون رجع كانه مغسول، وده من غير ما تبهدله في الغساله او تعرضه لان لونه يبهت. فرشه الجزم بقى هتفيدك تحديدا في البنصات والجزم الشمواء. انت عارف ان القطيفه خامه ما بتحبش الميه، وانك ما ينفعش تنظف البنص الشمواء بتاعك بالميه زي ما بتعمل في البنص الجلد، عشان كده انت محتاج فرشه تطلع بيها التراب من الجزمه. سرح الجزمه كانك بتسرح شعرك ودوس جامد ما تخافش، بس حاول تعمل ده بره باب الشقه عشان
ما تنشرش التراب في البيت. 6. اتعود تخلي احذيتك مليانه، مش لازم تشتري شو تري او بلاستيك زي بتاع المحلات، ممكن تجيب كام ورقه وتكرمشهم مع بعض وتبقى عملت شو تري من غير ما تتكلف اي حاجه. المثالي هو انك تسيب الورق ده في جزمك وكوتشياتك طول الوقت، بس الضروري هو انك تحطه في الكوتشي او الجزمه اللي لبستها النهارده بعد ما تروح البيت وتخلعها. يعني اول ما ترجع البيت وتغير هدومك تنظف الكوتشي بتاعك في 3 دقايق وتحط فيه ورق او شو تري عشان تملاه. ليه؟ يمتص الرطوبه والعرق بتاعك وفي نفس الوقت يرجع الجلد او يرجع الجزمه للشكل الاساسي بتاعها. التانيات اللي عملتها وانت ماشي نزقها تاني لبره فشكل البنص او الجزمه يبقى كويس. 7. اشتري لبيسه وما تلبسش جزمك او كوتشياتك غير بيها، حتى لو هتلبس كوتشي رياضي وهتروح بالجيم برضه استخدم اللبيسه. قطعه رخيصه جدا ممكن تجيبها ب 10 او 20 جنيه، في معدن وفي بلاستيك، في طويل وفي قصير، ومش هتشغل اي مساحه في البيت وهتخليك تلبس اي جزمه او بنص او كوتشي بسهوله وبشكل احسن ومش هتبهدل الكوتشي معاك. ومفيده بالتحديد مع الجزم الطويله او البوتس، هتقدر تلبسها بسرعه ومش هتطلع عين الجزمه. احنا عايزين نحافظ على الجزمه مش نبهدلها. البس بالراحه وخلي اللبيسه تساعدك عشان ما تحتاجش تدوس على الجلد وتبوظ الكوتشي في كل مره تلبس فيها. وطبعا فك الرباط قبل ما تخلع الجزمه، بلاش معافره وتقعد تشد في الجزمه عشان توفر 10 ثواني، وفر فلوس الجزمه اللي هتجيبها بدل اللي هتبوظ دي احسن. 8. حاول بقدر الامكان تخلي البدل والجواكت متعلقه طول الوقت حتى في فصل الصيف. انا عارف ان الموضوع هياخد مساحه عشان كده بقول لك حاول، حتى لو هتشيل الجواكت تحت السرير مثلا حاول تسيبها مفروده وما تطبقهاش، بالذات الجواكت الجلد. ولو هتعلقها يا ريت تسيبها جوه كيس بدله موجود في محلات البدل او كيس مكواجي واعمل فيه خروم صغيره عشان الهدوم تتهوى، بكده هتحافظ عليها من التراب وفي نفس الوقت مش هتتنيها او تعمل فيها كرمشات هيبقى صعب جدا انك تطلعها. 9. كل ما تلاقي نفسك فاضي اعمل عمره للبسك، يعني عندك نص ساعه فاضيه مثلا او عايز تسمع فيديو او بودكاست، حط السماعات في ودانك، افتح الدولاب، راجع هدومك، اتاكد ان مفيش اي خيوط طالعه لبره، مفيش زراير محتاجه تتخيط، مفيش هدوم مكرمشه محتاجه تتكوي او هدوم مش نظيفه محتاجه تتغسل. افتح الجزامه، نظف اي كوتشي مش نظيف، ورنش الجزم، خلي كل حاجه جاهزه وتقدر تلبسها في دقيقه. كده احنا خلصنا، بس هديك نصيحه اخيره عمليه هتفيدك جدا في لبسك، وهي انك تعمل دولاب انترتشينجبل، كل القطع اللي فيه بتليق على بعض. اقول لك القطع اللي في بالي وانت ممكن تجيبها بالظبط لو حابب. كوتشي جلد ابيض، كوتشي جلد هافان، بنص بني، جزمه سودا، بنطلون جينز كحلي، بنطلون جينز تلجي، جبردين اسود، جبردين بيج، قمصان ساده باللون الابيض واللبني والكحلي والاسود، تيشيرتات باللون الابيض والرمادي والكحلي والاسود. ده مثال لدولاب فصل الصيف لحد بيلبس كاجوال. لو ركزت هتلاقي ان اغلب القطع دي تقدر تلبسها مع بعض وتعمل اطقم حلوه ومتناسقه مع بعض ومن غير تفكير كتير، وده الهدف الاساسي اللي عايز توصل له لو عايز تبقى شيك باقل مجهود. في فيديوهات تانية على القناه بقول لك ازاي تبني دولابك من الصفر زي الفيديو ده، ممكن تشوفه عشان خاطر تستفيد. برضه لو الفيديو النهارده عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تدعمني اعمل فيديوهات اكتر. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.